وإذا كنا نحيي صمود الشعب الفلسطيني وننحني احتراما وتقديرا له، فإننا نحيي في القلب منه صمود المرأة الفلسطينية وموقفها، هذه المرأة التي تودع شهداءها بالزغاريد وتقف صامدة رغم القهر ورغم الأسر ورغم السجن لمواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مع الأستاذة شادية نوفل من اتحاد المرأة الفلسطيني. القوى السياسية المصرية، الاشتراكيين وجميع القوى المشاركة اليوم بأنه هي بتقوم بواجبها الوطني تجاه القضية الفلسطينية كما عودتنا دائما، وتجاه العدوان الصهيوني الغاشم لأهلنا في قطاع غزة. احنا اليوم البيان الصادر هو بيان صادر عن اتحاد المرأة الفلسطينية والقوى النسائية المصرية اللي انبثق عنها لجنة اسمها لجنة نساء مصر وفلسطين من أجل التحرير. هذه القوى قامت أعلنت يوم غضب لما يحدث لأهلنا في قطاع غزة ولما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة، وأصدروا هذا البيان اللي يعني هقرأه على حضراتكم. يتعرض الشعب الفلسطيني منذ شهر إلى حرب شرسة تقودها دولة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في عملية إبادة جماعية للعائلات والأحياء وتدمير مناطق سكنية كاملة بسكانها وأبنيتها وأشجارها. إنما يحدث في شجاعية والقرارة وبيت لاهية وبيت حنون وبني سهيلة وخزاعة وأخيرا رفح ما هو إلا عملية تطهير عرقي عنصري يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني وجنوده. لقد وصل عدد الذين أخلوا منازلهم أو أخلوا من منازلهم إلى حوالي 450 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، والذين لجأوا إلى المدارس التي لم تسلم من هذا العدو، منها مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا وعدد كبير من المدارس التابعة لوكالة الأونروا اللي هي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين والتي بتقوم برعايتها الأمم المتحدة للأسف. مسلم بتقرب نفس سلاح المقاومة في كل القوانين والأعراف الدولية. مسموح لأي مقاومة أو لأي شعب محتل بأن يحمل سلاح في وجه المحتل، فده معترف به في أي دولة. بالنسبة للمبادرة اللي أنا عايزة أعلن عنها إن اتحاد المرأة الفلسطيني وعنوانه 119 شارع رمسيس القاهرة بجوار جريدة الجمهورية الجديدة بيتقبل تبرعات عينية ونقدية وبيتم إعطاء إيصالات أو ملابس جديدة لأطفال فلسطين بعد اللي حصل لهم من العدوان، ويا ريت كل الشعب المصري يقدر يشارك. هنكون إن شاء الله المبادرة دي هتكون يوم السبت الساعة 12 في مقر الاتحاد، فيا ريت الشعب المصري كله